الحلقان الدهب بقت موضة ماشية وسط الفنانين، من محمد سامي لأحمد سعد وعمرو دياب. بقينا نشوفهم بيها في كل مناسبة، ومن المهرجانات للسوشيال ميديا. يا ترى إيه حكايتها وليه بيكونوا حريصين إنهم يلبسوا حلقان أصلاً؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في فنانين كتير بقوا بيطلعوا اليومين دول لابسين حلق دهب، وبقينا نشوف كده في كل حته، سواء في المهرجانات او على السجاده الحمراء او في البرامج التلفزيونيه او حتى في صورهم اللي بينزلوها على السوشيال ميديا. واكتر واحد شد الانتباه اليومين اللي فاتوا كان المخرج محمد سامي، لما طلع في برنامج تلفزيوني ولابس حلق في ودنه. وقتها السوشيال ميديا قامت ما قعدتش، والناس فضلت تتكلم وتسال هو طالع كده ليه وازاي، مع ان في رجاله كتير لبسوا حلق قبل كده، بس علشان محمد سامي معروف دايما باناقته ولبسه الكلاسيكي وشخصيته الجاده، الناس استغربت اكتر منه. وهو ما كانش اول واحد يعمل كده، في غيره سبقه، زي مثلا احمد سعد اللي طلع في حفله جوي اووردز وهو لابس حلق، وساعتها اتهاجم هجوم رهيب والناس ما سكتتش عليه، لحد ما طلع بعد كده في تصريح وقال انه ندم فعلا، وانه ما كانش يقصد يقلد الستات ولا حاجه، هو بس كان ماشي ورا الموضه اللي بقت دلوقتي موجوده في كل حته، وما بقاش في فرق بين راجل وست. طبعا الحكايه دي مش جديده على الوسط الفني، لان عمرو دياب مثلا طلع قبل كده في كذا مناسبه وهو لابس حلق، سواء بقى في فرح، في تركيا، او في اعلانات، والناس وقتها اتقسمت، في اللي شافه ترند وبقى ايقونه موضه، وفي اللي ما كانش عاجبه الموضوع ده. بس الهضبه بيفضل هضبه، عنده كاريزما خاصه بتخلي الناس تتقبل منه حاجات ممكن يرفضوها من اي حد تاني. ولو جينا نتكلم اكتر عن اكتر حد الناس اتعودت يشوفوه بالحلق، بقى احمد الفيشاوي. الفيشاوي معروف انه مش بيهتم براي الناس، وبيحب دايما يظهر بشكل مختلف ومثير للجدل، سواء بلبسه او بتصرفاته او بتصريحاته. ظهر بالحلق في مهرجانات كبيره زي القاهره والجونه، وكمان في برامج تلفزيونيه، وساعتها الناس ما اتفاجئتش قوي، يمكن علشان مش متعودين عليه، او علشان طبيعته اصلا مش تقليديه فمحدش استغربه. كمان الفنان شادي شامل ظهر في لقاء تلفزيوني وهو لابس حلق، وده خلى ناس كتير تنتقده، لكن شادي رد في تصريح لجريده الوطن وقال انه فنان ولازم يبقى دايما ماشي على الموضه، وان شكله بيتغير حسب طبيعه الشغل او التصوير، وانه كان بيصور اغنيه مع فرقه عالميه ولازم يبقى شبههم. بس برضه ما سكتش وقال ان الحلق بالنسبه له حريه شخصيه، وانه شايف ان اللبس او الستايل موجود ملوش علاقه بالرجاله، وان ده ما يقللش منه باي شكل. كمان تامر حبيب من الناس اللي بتلبس حلق، وفي برنامج حبر سري قال انه خرم ودنه وبيلبس حلق في المناسبات، بس مش دايما بيظهر بيه، خصوصا لو في ظهور في التلفزيون او لقاء اعلامي، وعلشان ما يبقاش شكله مستفز لناس معينه او يعمل جدل على الفاضي. ووضح ان الصوره اللي انتشرت ليه على السوشيال ميديا وهو لابس حلق كانت في حفله بره مصر، وقال انه بيحب يبان على طبيعته قدام الناس، واللي جواه هو اللي بيظهر بره. تامر كمان كشف انه كان لابس حلق للرجاله مش حاجه غريبه، وده بقى موجود في بلاد كتير، وفي رجاله بتلبس حلقان في كل حته في العالم، وبالنسبه له لبس الحلق ثقافه، مش شرط يكون تبقى للستات وبس. هو اصلا خرم ودنه في 2020 وهو مسافر، ولما رجع البيت كان معاه واحد افريقي وما استغربش، وده بياكد ان في رجاله بتلبس حلق عادي، وانه مش لازم يكون في حاجه بيعملها عشان ترضي الناس، هو بيعمل اللي شايفه مناسب ليه ولشخصيته وخلاص. وفي الغالب هنفضل نشوف فنانين كتير لابسين حلقان دهب، بس السؤال اللي هيفضل شاغل بال ناس كتير، هل دي حريه شخصيه ولا لا؟ شاركونا برايكم في الكومنتس.